بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير يا مشاهدينا. تعالى نعمل معاكم وصفة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، تنفع فطار، تنفع عشاء، تنفع سناك، تنفع للأطفال والناس اللي ما بتحبش الخضار تاكلوا كده، دي ياكلوا الخضار في الوصفة دي. معايا بصلتين كبار فوق المتوسطين كده، ومعايا معلقتين 3 زيت، وحطيت جزرتين، وده نص فلفلاية احمر، جزرتين وفرمتهم، نص احمر ونص اصفر وقرن حامي وقرن ونص اخضر، وقلبت كل حاجة مع بعض. يعني الاول دبلت البصلة تتبيل، وبعد كده حطيت عليها الجزرتين بعد ما بشرتهم، جزرتين متوسطين حلوين كده، وبعد كده حطيت الفلفل وديت البهارات، بابريكا، فلفل اسمر، 7 بهارات، كمون، كزبرة ناشفة، وملح. ودول 3 كوسات مغسولين ومتنضفين، وهفرمهم معاكم. فبشرتهم وحطيتهم في البولة دي، ورشيت عليهم معلقة ملح، وركنتهم شوية على ما الخضار يبرد، تكون هي اللي نزلت المية بتاعتها من الملح، بس عشان الخضار يبرد. وجبت صينية ودهنتها بشوية سمن ودول 4 بيضات، ممكن تحط 3 لو البيض كبيرة شوية. وحطيت كوبايتين لبن، نص كيلو يعني، كوبايتين لبن 500 ملي، بعد ما ربيت البيض وقلبتهم حلو مع بعض. طبعا عشان نحط فانيليا ولا حاجة، عايزة تحط فانيليا حط، بس انا حطيت معلقة خل كبيرة. ودول كوبايتين دقيق منخولين، كوبايتين بالكوباية المعيارية. انا كنت محضرة نص جنبي بس ما احتجتوش، هي يعني البيضات واللبنات ظبطوا الدنيا مظبوطة كده، ما احتجتش لا دقيق ولا لبن. بنقلب كله مع بعضيه، البيض والبتاع مع بعضيه، بس انا ما حطيتش ملح على البيض والدقيق باللبن، عشان انا محيجه التوابل، الخضار بالتوابل كلها اديته كل التتبيله فهي. وانا هنا بعصر الكوسه من الميه اللي فيها، واعصرها على قد ما تقدري. انا غاسله ايدي ومنضفاها ويعني فوق ولا 20 مره، انا غاسله ايدي غاسله تمام. مش عايزه تحصر بيتك ممكن تلبسي جوانت. وهي عصرت كل الكوسة ورجعتها للخضار، واندمجت كل المكونات مع بعضها لحد ما نشوف مين في. وكده انا قلبت الخضار بعد ما مسكت كله مع بعضيه، قلبته على الخلطة اللي هي البيض بالدقيق واللبن اهو، وتقلبي جامد عشان يعني كل الخضار يندمج مع البيض واللبن ورحت حطاه في الصينية اللي انا دهناها بالسمن. كيتك بتعملي كيكة، كيتك بتعملي عجة، بس هي بيتزا، هي طعم البيتزا، بس طعمها طلع تحفة أوي، وطلعت سهلة جدا وطلعت حلوة أوي، ولا أسهل من كده، ولا تخمير ولا عجين ولا خميرة ولا بيكنج باودر ولا أي حاجة، بيض ولبن ودقيق بس والخضار. وصفة اقتصادية 100%. وكنت مسخنة الفرن أول ما بدأت شغل، ودخلت على الفرن 180، على ما بص لونها بقى مصفر، مش حمرا، هي كده بس مطلعة غمرة في التصوير. حطيت عليها نص كوباية جبنة، ممكن تحط شيدر وموتزاريلا، تحط روم وموتزاريلا، انا حطيت موتزاريلا بس. ودخلتها الفرن بعد ما حطيت الجبنة، وشها بقى الجبنة ساحت ووشها احمر. وهنا بقطعها معاكم تقطيعة القطعة بتاعت البيتزا. خدتها معاكم من الطول 3 شرايح.
وهوريها لكم. يعني مفاجأة لما طلعت الخرطة بخطتها وطعمها حلو، بس هوريها لكم كمان من تحت مستوية مستوية مستوية، يعني معنى الكلمة اهو. وبالهنا والشفا، صحتنا على قلبكم. ومتنسوش اللايك والشير. ان عجبكم المحتوى اعملوا لنا لايك واشتركوا لنا في القناة، ما تنسوناش. سلام عليكم.